ليبيا 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 الأحرار، ليبيا 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 المختار، ليبيا 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 الأحرار، ليبيا 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 المختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب ليبيا الحر وين ما كنتوا في أرضنا الحبيبة. اليوم نبدأ معكم بإذن الله، نفتتحوا أولى حلقات من برامج صوت الشعب. حلقتنا طبعا اليوم الأولى من برنامج نبض الشارع. اليوم متواجد أنا معكم طارق، متواجد مع باقي الشباب اللي حاضرين اليوم، معي أبو بكر ومعي وسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المستمعين، مرحبا بكم في أول حلقة من برنامج نبض الشارع من صفحة صوت الشعب، وإن شاء الله تكون أفكاركم بإذن الله منتشرة، ونحاولوا بإذن الله إن احنا قاصدين نطفوا بلادنا إن شاء الله. تفكر طبعا بنوضح لكم شوية فكرة برنامج نبض الشارع وبالتالي بنتولوها في باقي الحلقات. طبعا المواضيع هي بتكون مواضيع سياسية، ثقافية، اجتماعية، احتياجات الشارع الليبي يحتاجها المواطنون، الكلام اللي يحبوا يوصلوه للمواطنين مش قادرين يوصلوه للشعب الليبي الحر. ان شاء الله نبدأ اليوم نوضح لكم فكرة البرنامج وكيف تكون حلقاتنا الجاية ان شاء الله. معي اخوك طارق. اليوم حلقتنا مش هتكون حاجة معينة بالتحديد، أنا أول الحلقات بنحاول نوضحوا من احنا أكتر، نحاول نوضحوا اللي نبوه واللي نشوفوه واللي الشعب الليبي اللي يفكر فيه، اللي الشارع الليبي يفكر فيه. طبعا صايرة حالتنا، طبعا احنا توا ولنا ليبيا ولت مادة للقنوات العالمية كلها، وطبعا ساحتنا مليئة بالأخبار ومليئة بالمواضيع. بإذن الله احنا نكون نقتربوا من الشارع الليبي، نمثل وجهة نظر الشارع الليبي، مش وجهة نظر إنسان سياسي أو فكر أو أي شيء بصفة عامة. بإذن الله إن شاء الله طبعا عندنا عدة مواضيع نتكلم فيها. يعني اليوم الحمد لله سرت على شفا تحرير بإذن الله، ونصبر بعد عدة ساعات بإذن الله وصلنا إن حيتم الإعلان تحرير بعد بإذن الله، وحنفرح مع بعض وإن شاء الله تكون فتحة خير. في البداية طبعا احنا اليوم ما شاء الله تشوفوا فينا فرحانين ونضحكوا، وإن شاء الله تكون طبعا الحلقة فاتحة خير على ليبيا. اللي اليوم طبعا الحمد لله المستشار مصطفى عبد الجليل كان في زيارة للثوار في سرت، واللي رفع معنوياتهم، ووصلتنا أخبار الحمد لله أنه ما زال أقل من كيلومتر مربع واحد تقريبا على تحرير سرت، وأن أحد أبناء الطاغية متواجد هناك، وإن شاء الله نسمعوا خبر حلو بإذن الله هذه الليلة. طبعا اليوم احنا بنحكوا على عدة جوانب، عدة أمور. نحكوا في البداية على الشارع الليبي وعلاش الأسباب اللي إن فيها صوته مغيب، وكيفية أن نوصله، كيف يقدر يوصل صوته بدون إنه ما يخاف. مثلا في ناس يعني احنا طبعا لاحظناهم لما قلنا لهم، مثلا قالوا لنا راهم، لما قلنا لهم علاش ما تقولوا شراكم، قالوا نكتبوا يقولوا طابور خامس. مثلا في نقولوا راي مخالف نطلعوا طابور خامس، حتى هو لو الراي مش ضد الثورة مثلا، الناس نعرفهم. طبعا طارق حاجة تانية، يعني في عندنا هلبة شريحة من المجتمع يعني ما تقدرش تتواصل في الصفحات في المواقع الاجتماعية، وفي نفس الوقت يعني ما عندهاش فكرة يعني كيف تتصل بالقنوات وكذا. ولاحظنا في عدة مشاكل يعني ما ناقشوهاش عدة قنوات، وبنبدو ان شاء الله باذن الله. البداية طبعا في غلاء المعيشة في مدينة طرابلس، يعني باتصالنا بعدة اصدقاء موجودين في المناطق المحرة، وسؤالنا يعني على عدة اشياء، يعني على اسعار مواد غذائية وكذا، لقينا ان الاسعار مقارنة بطرابلس رخيصة هلبة. باهي اوكي، يعني ممكن الفترة اللي فاتت كانت طرابلس محاصرة ومسكر عليها الطاغية، ممكن وقتها نقولوا ان الاسعار غالية لكن باهي تو اوكي طرابلس تحرك. تو طرابلس من يوم 21/8 بالضبط، ونقولوا علاش نقولوا يوم 26/8 طرابلس متحرك، واحنا تو حاليا يعني ما شاء الله خشينا اللي بيخشوا حتى في نص شهر 10 وقاعدة الاسعار زي ما هي. ابو بكر شو رايك في الكلام هذا؟ طيب مشكلة الاسعار هي مشكلة يواجهها اغلب الشعب الليبي بالذات في طرابلس، بحكم ان احنا من سكان طرابلس. قصدي في نعرف انه مشكلة حتى في المعاشات وفي المصارف، فلوس في منهم نزلتهم مش فلوس، في معاشات اكثر من 3 شهور ما نزلتش، وقصدي الناس بتعاني بطبيعة الحال. قصدي من الاسعار الغالية، المواد الاساسية خلينا نقول زي الزيت الطماطم والدجاج، كل يوم نسمعوا ان اسعار تزيد، وما لذلك من احتياجات الشارع الليبي.
طبعا هذه بالنسبة خلينا نقولوا غلاء الأسعار طبعا متواجد في كل حاجات، حتى من التاكسيات ما نزلتش الأسعار على المدة قبل التحرير اللي هي وصلت لأسعار الناس بدت في طبقة كبيرة ما عادش تقدر حتى تركب تاكسي مثلا. بالنسبة لغلاء طبعا أنا رايي في غلاء المواد الغذائية اللي صاير، يعني أنا أمس بالصدفة خشيت لمحل لقيت حليب تونسي يبيع فيه بزوجني، والحليب هذا من مواد الغذاء، يعني أنا شايفه كيف يعني متأكد انه من المواد الغاتا، يعني هذه النقطة اللي صايرة ان المواد الغاتا اللي تنزل علاش السبب انها تنباع؟ هل هي من التجار؟ هي ما فيش رقابة عليها؟ والله بالنسبة لمواد الغاتا نقطة كويسة من اخوي طارق. مواد الغاتا فعلا يعني تكاد ان توزيعها مجاني يكون معدوم في طرابلس، ومع هذا يعني الناس نقولوا قصدي راضية بالموضوع. لكن باهي يا صديقي، يعني انت بتبيعها لكن ما تبيعهاش بالاسعار الغاليه هذه. يعني لو الشباب ممكن من اسبوعين فاتوا مشوا لي مصراته، يعني الحق تبارك الرحمن ما شاء الله الناس مساعده بعضها، اسعار رخيصه. لكن هنا تجارنا الكبار ما عرفتش شنو يديروا. يعني انت ما تقدرش تلوم محل القطاعي، علاش؟ لان محل القطاعي ياخذ فيها البضاعه بالغالي. وفي النهايه ان شاء الله باذن الله النقطه هذه يدرسوها. لكن وسام حتى نقول لك قصدي حتى هي مفروض بما ان مجلس طرابلس يعني هنا ما هو وجود مجلس في طرابلس ويدور زي ما نقولوا المرحله الحاليه، مفروض يعني المواد اللي غاتا اكيد ما تنزلش هي لطول التجار، اكيد تنزل في الميناء وفي المطارات وتتوزع بعدين. المفروض تكون لجنه مسؤوله على المواد اللي غاتا كيف وين تمشي، حتى لو انها انباعت كيف تتوزع السعر متاعها. يعني مش معقول انا ما تغير شيء، انا المواد اللي غاتا موجوده جت باش تنباع بنفس السعر السابق. وفي نفس الوقت عادي تندار حتى لجنه اسمها لجنه موازنه الاسعار بالنسبه للبضاعه اللي تجي من برا. انا بيطلعوا لجنه موازنه الاسعار لكن مازال ما شفناش تنفيذ بتاعها. وليش يعني والله الحق السؤال هذا غريب جدا. طبعا السؤال هذا نوجهه للمسؤولين اللي على هذا الموضوع، المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي بالذات. قصدي شنو سبب التاخير؟ اللي فات حديث الشارع الليبي كله على موضوع الجرحى، والجرحى نشوف فيه مرتبة كبيرة زي الشهداء، ممكن شهيد مشى عند ربه وإن شاء الله يقبلهم ربي برحمته كلهم. لكن اللي عنده بتر مثل فرجله وفيده واللي مصاب من الجرحى موضوعهم مش موضوع بسيط. وبكر حتى على ذكر الجرحى، يعني أنا أمس حضرت في إحدى القنوات الليبية موقف، يعني بصراحة موقف يعني جاب قريب مجريح. طبعا الجريح هذا ثار بترولة يده اليسار، فالقريبة قال طوال مدة ما ان يده مش مبتورة يعني بالضحك او بالبسمة وبان ليبيا تحررت وعلى شفا التحرير وحكم الطاغي زال، قال ما كناش نعتبره فيه، هو نفسه ما يعتبرش انه في ايده مبتورة. قال امتى خش في حالة نفسية وحس ان رسمي ان ناقصته حاجة لما جابوا له في احدى مصحات تونس، جابوا له يد بلاستيكية اشبه بيد الدمية نقدر نقوله، وقالوا له يعني هذا الامكانيات المتوفره ما توفر لكش الا اليد هذه. قالك من ان لما شاف اليد هي هو يعني شاف شنو هو اللي بيعطوه له بدل اليد الحقيقيه حس بألم. طبعا احنا مش قصدنا ان يد نبو يد حقيقيه ولا نبو شيء حقيقي ولا بالانسجه، لكن لازم ياخذوا حقهم. والله يا اخوي طارق واخوي بكر يعني قصدي منورين على طرحكم موضوع الجرحى اللي هو الحق يبي حلقه تامه، يبي حلقه تامه، ومستحيل ان احنا ننقصوا المعاناه متاعهم واحتقار الناس ليهم. يعني قصدي في ناس يعني خصوصا ما نقدروش نحدوا نقولوا المجلس وكذا، والله اعلم. يعني ممكن المجلس سوا واحد بيجيني بيقول لي والله المجلس ما فيش فلوس فرجوا عليهم وكذا، لكن يا عزيزي انا مره نسمع في سر التون لقوا مبلغ كذا في واحد من الحياش ده هذا مش يديروا هذا، فهمت؟ يعني باستثناء يعني ما حتى نبي نحكي على نقطة ان الدول اللي مش متعاونة. تو نسمعوا احنا مثلا المانيا تستقبل 200 جريح ليبي، امريكا مثلا تستقبل 100 جريح ليبي، تركيا 300 جريح ليبي، باو كان الجرحى تقول نوصلوا 2000، لكن انت عندك عدد كبير جدا من الجرحى ومازال يوميا نشبعوا فيهم. قصدي يعني زي ما نسمعوا ان عدد الجرحى بالذات يفوق حتى عدد الشهداء، ونعرف ان جرحى هلبة من جميع المدن الليبية. يعني طبعا هذه احدى اهم المواضيع الان المتداول حاليا في الشارع الليبي. مازال عندنا مواضيع طبعا
اكثر من هيك. واليوم حبينا تكون الحلقة بصفة عامة، وبإذن الله يعني طبعا الحلقات الأخرى والبرامج الثانية اللي حننزلوها لكم حتكون تتعمق في الأمور هي، مثلا زي موضوع الجرحى حنتعمقوا فيه، زي مواضيع الثانية كلها حنتعمقوا فيها، مش حنخلوا حاجة يفكروا فيها أو أنتوا تفكروا فيها ومش حنتطرقوا لها. وبإذن الله تكون حلقتنا اليوم عجبتكم، او ان تعرفتوا على الشباب اللي مازال حتعرفوا معهم اكثر باذن الله. وباذن الله العمل يتطور في المستقبل، وحتكون عندنا مفاجآت واشياء حتتفاجئوا بها باذن الله من صوت الشعب اللي نحاولوا نطبقوا. احنا لما قلنا صوت الشعب لما تجتمع كل الاصوات مش من فراغ، حنحاول نطبقوها. طبعا العمل مش منا احنا بس، العمل حيكون منا ومنكم، وباذن الله في قادم الحلقات حنكونوا افضل ونتلاقوا على الخير ان شاء الله. وباذن الله نستنوا في ارائكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ونشوفوا شنو هي المواضيع اللي ممكن تفيدونا بها ونفيدوكم بها، وتعطونا ارائكم باش تكون الحلقات الجايه ان شاء الله. وباذن الله برنامجنا يعجبكم ونكون وصلنا صوت كافه الشرايح الليبيه في المجتمع. وطبعا نبغاكم تسامحونا على قلة الامكانيات طبعا، ونحاول المدة الجاية باذن الله ان يكون عندنا موقع خاص وقناة إذاعية على الانترنت ان شاء الله. ان شاء الله تتواصلوا فيها معنا، تقدروا مباشر باذن الله. باذن الله. وفي المدة الجاية ان شاء الله حنمشوا نزوروا ناس ونقوموا معاهم تسجيلات، ما هذه الا البداية ان شاء الله. وفي نفس الوقت اي واحد عنده اقتراح لاي موضوع يقدر يديره في الصفحة، ما عندهاش مشكلة. اللي هنا نوصلوا معكم لختام حلقتنا اليوم باذن الله. نتمنى تكونوا استمتعتم معنا، ونتمنى ان شاء الله وصوت الشعب لما تجتمع كل الاصوات.